كنت في طوخ مع مهندس كريم صاحبي ولما بنته العسوله دي، وكان معايا احمد حسنين وزياد، وكنا قدام عربيه الكبده الرايقه دي واللي صاحبها اسمه عم فراج، واللي مكانه بالتحديد في طوخ في شارع الساحه امام مغسله سعودي في الجزيره اللي في نص الشارع. اسمع الناس بجد دلوقتي معلم كلهم بياكل من هنا. اهم حاجه نزلنا على النت. ماشي 100% خلاص يا عم يلا يا عم يا حاج فراج. لايف تعالى معايا في الفيديو. لايف كبدة عم فراج. ايه رايك في كبدة عم فراج؟ موت. انت بتيجي هنا كل يوم؟ والله يا باك. خلصان. وزي ما سمعنا وشفنا كده من الناس والزباين انه بيعمل كبده وتقريبا كبده عظمه، وهنشوف دلوقتي بيعملها ازاي ونضرب لنا كام سندوتش من عنده لزوم القعده الرايقه. عم فراج زي ما قال لنا بيعمل كبده اي نعم مش بلدي، للمصداقيه كبده مجمده، لكن بيعملها بطريقه حلوه قوي. بيسويها الاول لوحدها بدون اي اضافات، بعد كده بيحط عليها الفلفل الاخضر فوق الوش علشان تستوي شويه ببخار الكبده وتبقى زي الزبده، ويقلبهم مع بعض. بعد شويه بيضيف ليها الفلفل الاسود المطحون وشويه توابل مشكله خاصه بيه، واللي بعد ما حطها خلت الريحه اقوى شويه وجميله. وبعدين شويه بصل بودر وتوم بودر وملح صيني او بهارات بيضه وشويه من الملح الناعم العادي، ويقلبهم كلهم مع الكبده. وبعدين يضيف شويه خل مع عصره كام ليمونه ويروق على الكبده ويقلب تاني. وبعدين يبدا يلف سندوتشات ويحط كميه حلوه وكبيره في الرغيف زي ما شايفين، وبيعمل سندوتشات حلوه بدون شطه وسندوتشات حاره بقرون الفلفل الشطه حسب اختيارك. وفي العموم السندوتش عنده ب 10 جنيه بس، حاجه عظمه قوي لما تضرب لك 4-5 سندوتشات كده على العشاء، وخصوصا لما تبقى قاعد في اي كافيتيريا انت واصحابك وتطلب معاكم اكله سريعه وسعرها حلو زي ما هنعمل دلوقتي انا وكريم واحمد. وعم فراج كمان عنده خدمه توصيل في كل طوخ تقريبا، هسيب لكم رقمه في التعليقات لو حابين تطلبوا وتجربوا وانتوا في مكانكم. وبيحط مع السندوتشات كيس مخلل وقرن شطه اختياري كمان علشان تعلى بالكلام. وصحيح عم فراج دايما واقف مهتم بنظافته الشخصيه، فهتلاقيه واقف لابس دايما الهير نت او الطاقيه اللي على راسه دي، وكمان جوانتي علشان ما حدش يفكر انه لابسهم لزوم التصوير بس وكده. طلبنا وقعدنا وهنشوف ابو حسنين جاهز ولا ايه. قال جاهز، وكريم ولما كمان جاهزين. جت السندوتشات وحسنين مبسوط اخر انبساط لانه من عشاق الكبده، وهنبدا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. بس لما هتبدا الاول احتراما لصغر سنها. بس ثواني ارجعي يا لما، السندوتش ده عليه شطه، خدي واحد حلو بدون شطه لو سمحتي. انما انت بقى ابو حسنين خش بايديك الاتنين. لما دقت الاول وعملت لايك علشان السندوتش عجبها، وانا واحمد كمان لما دقنا السندوتش ادينا له لايك وش جمدان. وكريم لما داق عمل لايك كمان، ولما اندمجت وشغاله لايكات الله ينور. شكل كده الكبده عجبتها. وعم فراج كمان قاعد ياكل معانا. ايه رايك يا ابو حسنين؟ والله يعني 100 صانع. بعد راي احمد حسنين خلاص كده مفيش راي تاني. ملك الكبده في مصر. عم فراج احلى فراج رقم 1. وقعد احمد حسنين يعمل لقاء صحفي عابر بيشكر فيه عم فراج ويقول له تسلم ايدك على الكبده الرايقه دي، وكان عاوز يعرف سر التتبيله والخلطه. فعم فراج خده في الملف وقال له اهم حاجه يا ابو حسنين ان كل واحد يراعي ضميره في اكل عيشه. يعني الطعم حكايه. ودي يا ابو حسنين بايديك الاثنين. اهو بص بايدين الاثنين يا جدعان. صح اهو الزبائن جت. فاصل ونواصل، واحنا قاعدين لقينا الزبائن جت فاصل ونواصل. وفي الاخر حابب اقول لعم فراج ربنا يرزقك ويوسع عليك علشان الكبده عندك جميله وتسلم ايديك. وقعدنا نخلص باقي السندوتشات، وشكرا يا كريم على العزومه الجميله دي. ولكل سكان طوخ التحيه والتقدير. ويا ريت اللي جرب سندوتشات الكبده عند عم فراج يقول لنا رايه، واللي لسه ما جربش ممكن لما يجرب برضه يقول لنا رايه في التعليقات على الفيديو. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو جديد رايق وجميل. قول يا اسطى انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ هاكلوا عند عم فراج. هتاكلوا ايه بقى؟ كبده. طب يلا قول له الطلب اللي انت كنت بتقول عليه دلوقتي. يلا عليك. حلو 5 ترغيفه. ربع حلو و5 ترغيفه؟ ربع حلو ده اللي هو من غير شطه يعني؟ و5 ترغيفه سندوتشات، صح كده؟ ادوا له لايك بقى. يلا.